السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اخواننا الطيبين، اخوتي اللي في برنامج التيك توك. اكو اخوة بالتعليقات شككوا بكلامي وقالوا الاكل ما له اي سبب، الهلاكات اللي تصير بسبب، ممكن انطوها بالتعليقات ما ركزت عليها، لكن راح اكد لكم على كلامي، واريد تاخذون بكلام الدكتورة 100%، لان هذا كلام جاي من خبرة، جاي من دراسة، وجاي من مثل ما تقولون جاي من اختبارات كثيرة. أريدكم تركزون بالفيديو للنهاية وتشوفون كلام الدكتورة شلون مؤيد لكلامي، وتعتبر أول نقطة مهمة في التقليل من الهلاكات اللي تصير أو الأمراض اللي تصير بسبب الأكل وتغيير الأكل. لكن أحب أنصح الأخوة في نهاية الفيديو ورا ما تسمعون كلام الدكتورة، عندي نصيحة لكم. ينتبهون إلى هذه الملاحظات. بالدرجة الأولى طعام يكون احنا في المرحلة الأولى من تحت الأمهات يكون له طعام خاص يجي بس ينقله، يكون عندنا هاي المسبب الرئيسي، حيصير تغيير على الطعام وتغيير عندنا على الأفراغ، وبهاي الحالة حيصير عندنا هلاكات. نصيحتي للمربين والكباتن بغداد وكباتن العراق من الشمال للجنوب، إذا لا سامح الله صار عندك مرض، لا سامح الله إذا صار عندك مرض وما تعرف هذا المرض، ومثلا الحمام اللي عندك كلش غالي عليك وعزيز وأعماره مثلا كبيرة، وتحب تحافظ على الإرث اللي عندك وتحافظ على حلالك، أنا أنصحك بالدكتورة آلاء. الدكتورة آلاء من تاخذ لها الطير تفحصه بجهاز مختبري، ما تنطيك علاج بمجرد العينة مباشرة، لا، تفحصه بجهاز مختبري، ومن ثم تثبت على تشخيص المرض، ومن ثم تنطيك العلاج، وبنفس الوقت تنصحك إذا الطير يطيب تقول لك هذا الطير يطيب، أو أي حيوان عندك مو بس الطير، حتى هاي نوجه تحية لكل الإخوان اللي يربون حيوانات أليفة، إذا الحيوان يطيب يقول لك يطيب، وإذا الحيوان ما تطيب ما تخليك تتعب ولا تصرف ولا أبد، تقول لك هذا الحيوان ما تصير لك. وتحياتي لكم.